نحن الكثير من المستهلكين ما يعرفوا معنى ضريبة القيمة المضافة. خلينا نوضحها للمشاهدين بشكل مختصر. معنى ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حكومية تضاف على قيمة المنتج النهائي. فإذا كان على سبيل المثال قيمة المنتج 100 ريال وكان حجم أو نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 2%، فستكون قيمة هذه السلعة 100 وريالان. 100 تكون للتاجر والريالان يكونان للحكومة. يعني نعم. يعني خلينا نقول إنه التاجر لن يستفيد من هذه الضريبة. 2% هذه راح تروح للحكومة مباشرة. نعم، هي يطلق عليها ضريبة غير مباشرة، والسبب أن من يقوم بتحصيل هذه الضريبة ليست الحكومة ولكنه التاجر، بحيث أنه يحصل هذه القيمة المضافة ثم يعيدها إلى خزينة الدولة وفق نظام محاسب دقيق. ولكن هذا لا يعني أن التاجر لا تقع عليه أيضا بعض الضرائب في مدخلات الإنتاج إذا كان يمارس التصنيع. فالمنتج أيضا قد تكون عليه أيضا ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج. يعني في النهاية كل هذه الضرائب اللي راح يدفعها هو المواطن، سواء كان مصنع أو مشتري. نعم، المستهلك بشكل أدق هو الذي سيتحمل ضريبة القيمة المضافة. طيب يعني فضل البعض يعني امتدادا لسؤال سلمان يعني يقول أنه هذه الضريبة راح تكون فقط يعني مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، الدخان، يعني باختصار هي السلع الضارة. هل هذا الكلام صحيح أو ستشمل جميع السلع الاستهلاكية؟ يعني دعني أكون شفافا في هذا الموضوع. لا يمكن أن تبدأ دول الخليج في فرض الضريبة، هذه الضريبة أو ضريبة القيمة المضافة، ثم تضعها فقط على سلع محددة. هم قالوا وزراء دول الخليج أشاروا إلى أن المواد الغذائية ستكون معفاة عن هذه الضريبة، وسيكون التركيز على بعض المنتجات المضرة كالدخان والمشروبات مشروبات الطاقة ونحو ذلك والغازية. ولكن ما أتوقعه حقيقة أن هذه العملية ما هو إلا إجراء أقدمت عليه دول الخليج لتعزيز مداخيل موازناتها في المستقبل، وبالتالي متى ما فرضت فلن تتوقف عند حد معين، ولكنها ستشمل جميع السلع ولكن بمراحل. هذا ما أعتقد.